بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ليه أشتريها بالغالي لما ممكن أعملها في البيت بأقل التكاليف؟ تورتة اقتصادية جدا، حتى أدواتها مش محتاجة أدوات أوفر، أدوات موجودة في كل بيت. بس مقولكيش على جمالها، تحفة. هوريكي دلوقتي عاملة ازاي، وهوريكي الطبقات فيها عاملة ازاي. بصي ايه رأيك؟ شايفة الطبقات؟ باظظ خالص. بصي الكريمة، بصي المانجا، شايفة طبقات المانجا والكريمة؟ ايه رأيك؟ تحفة. وما اقولكيش على طعمها، حكاية. بس مش هتعرفيها اكتر غير لما تجربيها. بس ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا اقولك اتعملت ازاي. نبدأ بسم الله. أول حاجة هجهز الصينية بتاعتي، وطبعا هولع الفرن بتاعي. أشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 170. الصينية دي شفتوا القوالب التلات قوالب اللي فوق بعض دي أكبر قالب فيهم عشان تبقي عارفة المقاس. هدهنها زيت وهحط فيها ورقة زبدة، وفوق ورقة الزبدة كمان هدهن زيت عشان أضمن إن التورتاية بتاعتي مش هتلزق فيها حاجة، وإن الكيكة بتاعتي مش هيلزق فيها حاجة. هركن بقى كده الصينية دي على جنب وابدأ اعمل الكيكاية بتاعتي. هتاخد 4 بيضات، كوباية دقيق متعدد الاغراض، 3/4 كوباية سكر، معلقتين كبار مليانين زيت، معلقتين بس، ذرة ملح صغيرة، باكوين فانيليا، ومعلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، مش الباكو كله. تمام. هعملها كمان في الخلاط. عندك كب، عندك خلاط، مش محتاجة أدوات خالص، في الخلاط عادي. هحط البيض، وطبعا ما دام في بيض يبقى هحط فانيليا، هحط باكوين الفانيليا. عندك فانيليا سايلة حطي، مفيش مشكلة. حط باكوين الفانيليا، وهحط الزيت، و3/4 كوباية سكر، وذرة الملح. هخلط الخليط بتاعي ده كده في الخلاط. انا بخلطه كويس، عايزة السكر يدوب، اهم حاجة عندي السكر يدوب. وهختبر دلوقتي الخليط بتاعي، لو السكر ما دابش هخلط تاني. السكر ده بيبقى كده معايا تمام. هختبره ازاي؟ هاخد كده بالمعلقة وامشي صباعي عليه، حسيت ان تحت صباعي فيه سكر يبقى هخلط تاني، مفيش سكر يبقى كده تمام. الخليط بتاعي كده جاهز ان انا اتعامل بيه. هجيب طبق وافضي فيه الخليط بتاعي. تمام، قولي تمام. وهجيب بقى منخل وانخل الدقيق. مهم جدا خطوة نخل الدقيق علشان الكيكة بتاعتي تطلع هشة. الدقيق وعليه معلقة صغيرة بيكنج باودر، ما تحطيش الباكو كله، انا مش عايزة الكيكة بتاعتي هشة وعالية. وانخل كده الدقيق كويس عشان يخش له هوا والكيكة بتاعتي تطلع هشة، وكمان مساماتها مش كتير. واخلط بقى كده بالراحة، مقلبش قوي علشان الهواء اللي دخلته لما ضربت الخليط بتاعي في الخلاط ما يخرجش تاني. هجيب كده مضرب يدوي واخلط كده بالراحة الخليط ده مع بعض. اهم حاجة انا بتوه الدقيق، مش اكتر من كده، مش عايزة بس يكون فيه اي تكتلات من الدقيق. وطبعا الدقيق متعدد الاغراض، تكون الدقيق بتتعاملي بيه وضمناه وعارفة هو ايه. اخلط كده الدقيق بتاعي كويس واتوهه خالص، مش عايزة يكون في اي تكتلات من الدقيق. وده القوام بتاع الكيكة بتاعتي.
هجيب بقى الصينية اللي احنا جهزناها وهنزل بالخليط دون في الصينية. هتلاحظي ان الطبقة رقيقة جدا. ايوه انا عايزة الطبقة رقيقة كده، مش عايزة طبقة كيكة عادية من العالية، لا انا عايزة الطبقة الرقيقة دي. وزي ما قلتلك وبفكرك، الفرن بتاعي والع من الاول ما بدأت في الكيكة على درجة حرارة 170. هدب كده الصينية دبتين حلوين كده على الرخامة وادخلها الفرن، واول ما تطلع من الفرن هغطيها كده بفوطة واسيبها لما تهدى. هنعمل مع بعض الكريم شانتيه. وبفكرك ما تسيبهاش كتير في الفرن، هي يا دوبك 8 دقايق او 10 دقايق بالكتير حسب درجة حرارة الفرن بتاعك علشان ما تغمقش، لو غمقت معاكي هتنشف. الكريم شانتيه بتاعي كوباية كريمة خام وعليها نص كوباية سكر او حسب الرغبة، السكر ده بتاعك انتي حسب الرغبة. واللبن متلج، انا وريتك اهو اللبن فيه تلج ومش هاخده كله، هاخد واحدة واحدة شوية شوية اللبن لغاية لما اوصل للقوام المطلوب، لان دي كريمة خام فزي ما هتاخد. لكن لو انت جايبة بواكي بيبقى مكتوب على الباكو هتحطي قد ايه لبن متلج. وهضربه في الخلاط او بالمضرب برضو عادي. كده وصلت اهو للقوام ده، هحطه في التلاجة لغاية لما اجهز الكيكاية بتاعتي. هقلب كده اهي، بصي بتطلع بكل سهولة عشان ورقة الزبدة والزيت اللي انا حطيته. هشيل ورقة الزبدة بالراحة عشان ما تتقطعش مني. ما تقلقيش من الطروف دي كلها، كل ده هيتشال، ما تقلقيش منه. هنشيل بقى كده الطروف دي كلها علشان الرفيعة والناشفة دي احنا مش عايزينها. هنشيل كده الطروف بالظبط كده، ومش هتترمي، هتديها للأولاد تاكلها. تحطي عليها كبات كده بكريم شانتيه وفاكهة، تمام. هقسم بقى كده الكيكة بتاعتي ل3 أجزاء. عندك مسطرة قيسي، عايزة تاخديها كده بالنظر زي ما أنا خدتها، تمام. بصي بقى، بصي السمك بتاع الكيكة بتاعتي هو ده السمك اللي أنا عايزاه. وبصي مساماتها ضيقة ازاي، وكيكة اسفنجية تحفة. ده شربات كنت عاملاه قبل كده البسبوسة. لو ما عندكيش تحطي كوباية مية دافية عليها معلقتين عسل نحل، أو ربع كوباية سكر عليها نص كوباية مية تغلي على النار، ولما تبرد تتعاملي بيها ونسقي بيها الكيكة بتاعتي. ما تكتريش قوي ولا تقللي قوي علشان ما تبوشيش الكيكاية. وبعد كده هنجيب الكريم شانتيه اهو ونحط منه. انا عاملاها بالمانجا، انت حابه تعمليها باي فاكهه انت حباها اعمليها. ممكن تعمليها بالفراوله، ممكن تعمليها بالخوخ، ممكن تعمليها بالاناناس، ممكن تعمليها بالموز، ممكن تعمليها بالكنتالوب. اي فاكهه انت حباها اعمليها. ممكن تعمليها بالكريز. وهنحط كمان مانجا كده ما بين الطبقات. بعد طبقه الكريم شانتيه هنحط قطع من المانجا بالظبط كده، وهنحط الطبقه التانية وهسقيها برضو بالشربات بالظبط كده. زي ما قلنا ولا نكتر ولا نقلل، بالمعقول. خلي دايما احساسك مع الحاجة اللي بتعمليها، هو ده اللي بيتقال عليه النفس، انك تبقي حاسة الاكلة اللي في ايدك اللي بتعمليها. وهنحط تاني طبقة كريم شانتيه. هحط هنا بس قطعة مانجا ارفع بيها الكيكاية شوية عشان الطرف ده كان واقع شوية. هنحط كده طبقة الكريم شانتيه، وهحط كمان طبقة مانجا. بالظبط كده. كتري بقى قللي براحتك، دي بتاعتك انت. وهنحط الطبقة التالتة من الكيك، تمام وليه تمام. وهنحط بقى الكريم شانتيه
عشان نجلس التورتاية بتاعتي. بس ما اقولكيش جربيها ومش هتندمي، فعلا تورتاية حكاية تحفة، الطعم لا يقاوم، طعم ملوش حل حقيقي بجد والله، طعم ملوش حل، واقتصادية جدا. التورتاية دي عشان تشتريها من اي محل غالية جدا، فانت كده بتعمليها في بيتك لولادك بأقل التكاليف وبتفرحيهم بتورتاية حلوة. هنجلس بقى كده التورتاية بتاعتي من كل الجوانب، وما تقلقيش من الشكل اللي هو اللي من بره انك عايزة تسويها كويس وبتاع، كل ده هيتدارى، ما تقلقيش من اي حاجة. نظبط كده الدنيا، ايوه كده، اداري بس الطبقات دي كلها، وبمنديل مطبخ بقى ونساوي كده ننضف الصينية بتاعتي وحوالين التورتاية بتاعتي، ننضفها كده كويس. دي شوكولاتة بيضة. الغلطة اللي انا وقعت فيها هنا هقول لكم عليها، انا حطيتها في فخارة وسيحتها في الفرن. لا، هي ما كانش المفروض انها تخش في الفرن، هو ما عملهاش حاجة بس غمقها شوية، خلاها بس غمقة سيكة يعني. انت المفروض كنت سيحتها على حمام بخار، مية مغلية وحطيتها فيها، او في الميكروويف. فانا الغلطة اللي انا غلطتها ان انا سخنتها في الفرن، سيحتها في الفرن. الرخامة بتاعتي طبعا نضيفة، وهفرد عليها الشوكولاتة كده، خليها طبقة رقيقة جدا واسيبها تبرد على الرخامة بالطريقة دي كده. خليكي معايا كده واحدة واحدة، ونجيب بقى كده معلقة او اي حاجة كده مفلطحة معاكي، ونعملها بالطريقة دي. شايفة شكلها عامل ازاي بالظبط كده، وهنحطها كده في التلاجة برضو تنشف شوية. اهي بصي طالعة عاملة ازاي بالظبط كده. هجيب بقى التورتاية بتاعتي، وهجيب قطع الشوكولاتة البيضة دي وفي الجوانب كده والزقها. تمام، ودي تمام، والباقي ده كسرته هحطه فوق الوش. هو انت لسه ما اشتركتيش في القناة؟ يا خبر ابيض، بسرعة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس واكتبي لي كومنت حلو زيك كده يا قمر انت، واللايك الحلو بتاعك اوعي تنسيه علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. وربنا يخليكوا ليا ويديمكوا نعمة في حياتي. هنا بقى الكريم شانتيه هعمل بيه روزيتات كده صغيرة فوق التورتاية بتاعتي. تكتري الروزيتات تقللي الروزيتات بقى دي بتاعتك انت. انا كترت، حبيت تبقى فيها إيه هحطك مني فوق الروزيتات دي هحط مانجا، فحبيت المانجا تبقى كتير يعني، بالطريقة دي كده. كل روزيتا كده هحط عليها حتة مانجا، وادي الشكل النهائي. ايه رأيك في الجمال ده؟ تستاهل اللايك ولا لأ؟ تستاهل تنزلي كده تعملي لي كومنت حلو ولا لأ؟ واللايك بتاعك والاشتراك، واعمليها مش هتندمي صدقيني. الطعم حكاية، الطعم تحفة لا يقاوم. والطبقات اللي بين الكيكة بتاعتي باظظ خالص، طريقة ما اقولكيش، وجمال ما اقولكيش، وبمنتهى البساطة واقتصادية جدا. واعمليها واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد من ايدك هتبقى احلى. وافتحي بقك وخدي حتة، يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.